النهارده أنا باتكلم على موضوع من تخصصي. أنا في العادي باحب أتكلم عن موضوعات اللي هي بعيدة عن تخصصي أو اللي هي ما لهاش علاقة بالشغل أوي، بس النهارده حسيت ده موضوع مهم وأنا حابب إن أنا أتكلم عنه. طب خلفية عني كده سريعًا لو أنت مش عارف أنا باشتغل في إيه. أنا دكتور في الهندسة البيئية، بادرس برّه مصر وبادرس جوّه مصر، وكمان أنا مهندس استشاري باشتغل بإيديّا في مشروعات البنية التحتية، بنحاول نلاقي حلول بيئية قدر الإمكان تكون متناسقة مع الاحتياجات بتاعة الدول دلوقتي بالنسبة للتغيرات المناخية، تحافظ على الموارد قدر الإمكان وهكذا. أنا النهارده عايز أتكلم على واحد من أهم أخطار الclimate change لأن ليها أخطار كتيرة جدًا، الخطر ده بيتعلق بارتفاع منسوب سطح البحر. طبعًا في ناس ما كانتش مصدقة أصلًا إن في تغيرات مناخية، وبعدين شُفنا السنين اللي فاتت حتى اللي ما كانش مصدق بقى مصدق، مش بس علشان الأرقام العلمية اللي كانت موجودة من زمان وكل شوية بتتجدد، إنما كمان عشان إحنا بقينا حاسين بده. الفيديو ده بيتسجل 1 مارس 2024، أدينا شُفنا يناير وفبراير وديسمبر، ده ما كانش شتا، الحرارة كانت تقارب حرارة الصيف. في الوقت اللي هو المفروض تكون فيه بتشتي أنت بتلاقي نفسك إن أنت مصيف مش عارف تلبس إيه الصبح وبالليل. الموضوع بقى مختلف عن اللي أنت كنت معتاد عليه في صغرك أو من كام سنة فاتوا، وللأسف هيتكرر الموضوع ده أكتر وأكتر مع الوقت. طب ولما يزيد منسوب سطح البحر إيه اللي هيحصل؟ للأسف الشديد سكان مدن بحالها هيضطروا إن هم ينتقلوا من مدينة للتانية، يعني هيسيبوا المدينة بتاعتهم أصلا، هيهاجروا بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر. المدينة نفسها هتغرق أو على الأقل هتكون غير صالحة للسكن، لا هينفع أزرع فيها لا هينفع أبني عليها لأن التربة بقت ضعيفة وهكذا. عندنا بقى في أفريقيا مين أكبر مدينة ساحلية في مصر؟ اسكندرية، معرضة إن 3 مليون مواطن من اسكندرية قد يضطر للانتقال، قد يضطر للهجرة إن ما كانش فيه استعدادات بيئية واضحة لعلاج هذا الموضوع. الموضوع مش اسكندرية بس على فكرة، مدن كتير على السواحل المصرية سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط. تاني الموضوع ملوش علاقة بمصر بس، كل دول العالم قد يضطروا للهجرة إن ما أمنوش نفسهم. دولة المصرية واخدة بالها، بتحاول إن هي تحضر نفسها للتوقيت ده، ولكن في نفس الوقت التغيرات المناخية معدلها هو كمان بيتسارع. دي خريطة بتوضح بالأرقام إيه اللي ممكن يحصل خلال القرن اللي إحنا فيه ده نهاية ب 2100. سنة 2100 إيه هي المدن اللي هي بعد الشر قابلة إنها تغرق، يعني هيضطر سكانها إن هم يهاجروا. تعال نبص الأول على مصر علشان هي اللي تهمنا أكتر، إحنا هنتكلم من مصر وبعد كده نبص على دول العالم سريعا. لو جينا بصينا على منطقة الدلتا في مصر هتلاقي إن مش منطقة واحدة، في مناطق كتيرة جدا معرضة للغرق. أنا بتكلم على أماكن اللي هي باللون الأحمر، كل الأماكن دي هيكون المنسوب بتاع الأرض بتاعتها أقل من منسوب البحر. ده معناه تاني إن لو مية البحر قدرت إنها تتخلخل زي ما هو متوقع ووصلت للمياه الجوفية، ده معناه إن المنطقة دي هتكون غرقانة. مناطق زي إيه بقى؟ اسكندرية زي ما إحنا أشرنا من شوية، كل منطقة اسكندرية، أيوه للأسف الشديد كل المنطقة المعمورة من اسكندرية تقريبا هتكون معرضة للغرق في 2100. أنا مش بتكلم إن كلهم هيغرقوا فجأة في 2100، لا، الموضوع بيحصل بالتدريج واحدة ورا التانية. منسوب سطح البحر بيزيد سنة ورا سنة مع زيادة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ونلاقي في الآخر عند 2100 كل المنطقة دي تقريبا للأسف الشديد غرقت. وحتى دمياط هتلاقي كل ده للأسف الشديد معرض للغرق لحد منطقة بورسعيد، وكمان الناحية التانية من قناة السويس يعني بنوصل لحد سينا كمان. كل الكلام ده بالنسبة لنا أحد المناطق المعرضة للخطر. لو بصينا كمان على البحر الأحمر عندنا هتلاقي في مناطق تانية، بنتكلم على راس غارب، بنتكلم على راس شقير، بنتكلم على الطور ناحية سينا. الدولة المصرية بتحاول قدر الإمكان إنها تشوف دوت، تعمل الدراسات البيئية اللازمة وتشوف إيه هي الوسائل المناسبة لحماية الشواطئ عندنا وحماية المدن الساحلية. ده برغم إن مصر ودول كتيرة تانية مش هي أساسا اللي بتسبب التغيرات المناخية، بس الفكرة إن حتى الدول الصناعية الكبرى اللي هي أثرت على التغيرات المناخية مش عايزة تساعد. كل دولة خلاص بتشوف المواطنين بتوعها وبتشوف مصالحها الشخصية ومحدش بيفكر يساعد ازاي، حتى لو هو بيقول أنا بساعد، ولكن في الحقيقة لا، الدول الصناعية الكبرى المتسببة مش بتساعد بالدرجة المطلوبة. لو جيت بصيت على المملكة البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي هتلاقي هم كمان عندهم مشاكل كتير، دول زي بريطانيا وهولندا، بولندا والدنمارك. وحتى لو رحت أمريكا هتلاقي إن منطقة زي ميامي مثلا برضو عندهم نفس الأزمة. ولما تيجي تبص بقى على حاجة زي جزر البهامس هتلاقي إن جزر البهامس كلها، كل المنطقة اللي بالأحمر دي معرضة للغرق في 2100. منطقة دول الخليج برضو عندها نفس الأزمة، هتلاقي العراق، هتلاقي إيران الناحية التانية، وهتلاقي السعودية والبحرين وقطر، الإمارات، سلطنة عمان. فلما تلاقي العالم كله متجه ان هو يتكلم على التغيرات المناخيه، يعرف ان الموضوع ده ما بقاش رفاهيه. ناس كتير كانت بتيجي تبص على المؤتمرات اللي بتتعمل ليها علاقه بالبيئه او بالتغيرات المناخيه بشكل خاص، فيجي يقول لك دي رفاهيات. لا، هو الموضوع مش رفاهيه على الاطلاق. تاكد ان شغلك ايا كان تخصصه، سواء له علاقه بالهندسه او بالاقتصاد، بالعلوم البيئيه والزراعيه، الناس بتوع الاحصاء، بل حتى الناس بتوع الطب، هتلاقي مجالات شغل كتير بتربط
التخصصات ديت بالتغيرات المناخية وأسلوب الحل والتكيف والمجابهة ليها. زي ما في ناس كتيرة دلوقتي بتفكر في إن هي تطور نفسها وتعرف عن الذكاء الاصطناعي، وده مهم جدا، لازم برضو تعرف عن التغيرات المناخية لأن ده مهم وهيصب بالتأكيد في شغلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ده غير إن هو بيصب في حياتك أصلا بصورة مباشرة وجدا، مش بس حياتك، حياة أولادك وأحفادك، إذا كان في أحفاد مش عارفين لسه هنشوف هيحصل إيه. دول الأحفاد اللي هيجوا يلوموا الأجيال بتاعتنا إن هي ما اتصرفتش من بدري. لو احتاج تسأل أي سؤال اسألني في الكومنتات، أنا معاكم في أي حاجة، شير لأي حد مهتم، وأشوفكم على خير.